السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الأعزاز في يوميات أم محمد الغالي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله كما قلت لكم دائما الحلويات الاقتصادية والسريعة والسهلة اللي دائما تطلبوا مني. هنايا حليوات اللي هما زوينين في المذاق وفي الشكل وصراعين يحضروا في دقائق. نتمنوا تجربوهم وغادي يحماقوا عليهم وليداتكم ويحماقوا عليهم حتى والديكم. المهم في المقادير عندي 3 ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا سنيدة يعني السكر الخشن كأس إلا ربع، وبالنسبة لزيت الطبخ كأس إلا ربع، وعندي هنايا واحد الليمونة حكيت ديك القشره ديالها البرتقاليه. حاولوا تحكوا غير ديك القشره الفوقانيه اللي بالبرتقالي بحكاكه رقيقه. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال العسل، ممكن الا ما عندكمش ديروا بلاصتو الكونفيتير. عندي هنايا واحد الخماره من فئه 7 غرام الحلويات، وعندي هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق النوعيه ديال الحلويات الجيده الرطب. بالنسبه للدقيق ما نقدرش نقول لكم الكميه لان كل دقيق وكيفاش والنوعيه ديالو، كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. المهم شاهدوا معايا تتشوفوا النتيجه ديال العجين كيفاش تكون. هنايا تنضيفوا داك 3 ديال البيض، تنضيفوا عليهم السكر سنيده يعني سكر خشن يعني سنيده. وتنحركوهم مزيان حتى تيذوب لينا داك السكر. كما تتشوفوا امامكم راه ما تاخذش هاد الحلوى شي مجهود ولا تندلكوها ولا هانتوما راه غير باطراف الاصابع تنحركوا داك السنيده تتذوب لينا، وحنا تنضيفوا ليها واحد شويه ديال العسل. انا هنايا معلقه ديال العسل اللي استعملت، معلقه كبيره، ممكن ديروا اقل او اكثر، تعطي واحد النكهه اللي هي زوينه وتعطي واحد اللون اللي هو زوين للحلوى ديالكم. تضيفوا ديك القشره د البرتقال، ممكن الا ما عندكمش تبدلوها بالفاني، ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو نتوما. وانتم تتحركوا هاد المقادير مع بعضياتها تتيذوب لكم هادشي مزيان. هنايا راه ما صورت لكمش في اللقطه اللي درت واحد القبيصه ديال الملح، عفوا. هنايا تنضيفوا الزيت، ماشي دفعه واحده الزيت تنضيفوه، حنا تنحركوا وباش تندمج لينا دوك العناصر مزيان مع بعضياتها. ما تنضيفوهاش دفعه واحده اخوتي العزاز. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم ليا، شكرا لكم للثقه ديالكم فيا والثقه ديالكم في الشهيوات ديالي. شكرا للناس كاع اللي جربوا الشهيوات ديالي ونجحات معاهم، تنشكركم بزاف. والله يحفظكم والله ينوركم. صافي وانتم تتحركوا هاد المقادير تتضيفوا ديك الزيت كامله وصافي اخوتي العزاز. من بعد ما تضيفوا هاد الزيت تضيفوا ليها الدقيق. فاش تحركوا مزيان دوك العناصر تضيفوا الدقيق، والدقيق تضيفوا حتى هو غير بشويه بشويه باش ما تجيكمش العجينه قاصحه. اللهم تجي خاصها الطحين ولا تجي فايت فيها الطحين، ما خصش تجي قاصحه وما خصش تجي رخوه بزاف، بين وبين. هانتوما شاهدوا معايا الطريقه اللي هي سهله جدا. نتمنى هذا الفيديو يكون واضح والشرح ديالي يكون حتى هو واضح. هادشي اللي كاين، ونتمنى اللي زار قناتي لاول مره ما ينساش يشترك عندي ويضغط على الجرس باش يوصلوا اي شيء جديد. ومرحبا بكم والف مرحبا، ومرحبا بالمتابعين اللي قبل، ومرحبا بالناس اللي جاوا عندي جداد للقناه. مرحبا بكم والف مرحبا. وما تنساوش ليا اللايك، وما تنساوش تعليق يكون زوين كما العاده. المهم هانتوما هنايا راه باقا العجين خاصو الدقيق. انا غنضيف الدقيق وغادي نضيف معاه الخميرات الحلويات من فئة 7 غرام. الا كانت عندكم الخميرة
كأكثر من 7 غرام ممكن تنقصوا منها، كانت فيها 8 غرام نقصوا منها شوية من الأحسن، وباش ما تجيكمش الحلوى مشققة من الأحسن يكون الوجه ديالها إلا تشقق غير شوية ماشي بزاف. صافي وانتم تتحركوا هذا الدقيق مع هذا العناصر وتتحاولوا تجمعوا دوك الجوانب مزيان. هانتوما الطريقه اللي هي سهله، هنايا بان ليا خاصها شويه ديال الدقيق، هانتوما راه باقي خاصها الدقيق. غادي نضيفو تنحصل على العجين اللي انا خصني نحصل عليه. هادشي اللي كاين، والشرح ديالي راه تنحاول نشرح لكم كل شيء بالتفصيل، لان حتى المبتدئين راه تيجيو لعندي وتيتفرجوا في فيديوهاتي. تنشكرهم بزاف، الله يعطيكم الرضا والله يعطيكم النجاح. المهم ها هو العجين علاش تنحصل كما تتشوفوا، ها هو رطب وانتم كما شفتوا امامكم. صافي مباشره فاش تنسالي العجين تنكورو تنضغط عليها شويه لانها راه تطلع. هانتوما تنديرها في الكف وتنضغط عليها. هانتوما شفتوا واخا ضغطت عليها راه فاش غطيب راه غادي تطلع وغادي تنفخ وغتجي غزاله ما شاء الله، وتجي هشيشه فنه فنه فنه، غتعجبكم الصراحه والله لا زوينه. تتوضعوها على هذا الشكل هذا، تتعمروا اللاطه ديالكم وتتكونوا من فاش تبغيو تبداو تكوار تتمشيو تتشعلوا الفران من قبل. انا تنستعمل الفران ديال الغاز وتندير في الفران الحلوه وتنديرها على عافيه تكون ماشي متوسطه وماشي مهيله بين وبين، وما تكونش نار مجهده، تقريبا نار متوسطه تقريبا ولا اقل من متوسطه شويه. من بعد تناخذ هنايا اصفر ديال البيض مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وقطرات من الخل وباش تحيد لنا ديك الزفوريه. وبالنسبه للقهوه راه تتعطي اللون، الا ما عندكمش القهوه ممكن ديروا الكاكاو المور. هنايا غير كاضافه وصافي. بغيت ندير لها انا دوك الشريطات ممكن ما ديروهمش تخليوها عاديه، تتكون باقا ما نشفش داك البيض وانتم تتشرطوها. ممكن ديروا شرطات مموجين، ممكن ديروهم على هذا الشكل هذا كما درت لهم انا اللي بغيتو. بالنسبه للزواق وهذا من الفوق اللي بغيتو. انا عندي هنايا استعملت لهم جنجلان، زنجلان بيض. ممكن تستعملوا الزنجلان بني او اللوز ايفيلي او اللوز مهرمش او كاوكاو او اي حاجه متوفره عندكم. ممكن تخليوهم كما هما عاديين راه تيجيو غزالين. المهم تتخليوهم في الفرن مده 25 دقيقه حتى 30 وانتم تطلعوا عليهم وتتردوهم لتحت حتى يتحمر لهم الوجه. شوفوا الشكل ديالهم كي تيجيو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو والى اللقاء الى فيديو اخر.